السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض احلى طريقة لمية السلطة او الويسكي الحلال. بجد هي ويسكي فعلا خطيرة وطعمها تحفة. انا استخدمت هنا 3 طماطميات كبار وخيارتين حجمهم وسط، قطعتهم مكعبات صغيرة، عليهم قرن فلفل واحد اخضر وقرن شطة واحد برضو، ونص حزمة بقدونس. الحزمة هنا صغيرة مش كبيرة. والسر بقى السر في مية السلطة هي بشر الطماطمية دي، تبشروا طماطمية كبيرة وتحطوها عليهم، وفصين توم نفرمهم او ندقهم مع قرن فلفل حامي او بارد براحتكم، وهنحطهم على بعض ونقلبهم كويس. حطيت عليهم 4 كوبايات مية ساقعة متلجة وقلبتهم كويس، وعليهم مكعبات تلج. مكعبات التلج دي يا جماعة هي السر في ان مية السلطة دي ممكن تقعد معانا 2-3 في التلاجة، بتحافظ على نضارة الخضار، بتخليه ما يتبلش بسرعة. وحطيت عصير ليمونتين كبار عصرتهم عليه، وربع كوباية خل. ما نكترش في الخل علشان ما تشرقناش واحنا بنشربها. ولازم نحط نص معلقة سكر، نص معلقة مش مليانة قوي سكر، علشان تعادل حموضة الخل مع الليمون والملح اللي هنحطه، عشان صدرنا ما يحرقناش منها، تعمل لناش حموضة وما تشرقناش واحنا بنشربها زي ما بنشربها في معظم المطاعم. التركة دي لازم بصراحة. وحطيت نص معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، ونص معلقة كبيرة كمون، ونص معلقة صغير فلفل اسود. بس منحطش اي توابل تانية عليها خالص. هنقلب التوابل الاول قبل ما نحط الملح. بعد كده انا حطيت معلقة ملح كبيرة بس مش مليانة قوي، انتوا ممكن تحطوا براحتكم اكتر اقل على حسب، بس انا بالنسبة لي الملح كده كان مظبوط على الشعرة، كانت مظبوطة جدا. وتقلبوها كويس قوي قوي مع بعض لحد ما الملح والسكر وكل حاجة تدوب كويس، ما يبقاش في ملح او اي حاجة ذرة ملح كده باقية. وهنحطها في التلاجة، لو مستعجلين عليها مثلا تحطوها نص ساعة، ساعة، ساعتين براحتكم. بس انا ببقى اعملها واحطها من قبلها بيوم في التلاجة، لانها كل ما الخضار بات مع التوابل والمية في التلاجة كل ما كانت المية طعمها تحفة اكتر. الخضار بينزل كل المية بتاعته، وبتلاقوها يعني الطعم مندمج كده مع بعضه وطعمها خطير. شايفين بقى؟ هو صدق اللي قال عليه الويسكي الحلال، فعلا هي ويسكي فعلا، طعمها خطير خطير. كوباية مية سلطة مشبرة متلجة من التلاجة، مع حواشي بقى، مع كفتة، مع كبدة، مع اي مشويات، طعمها تحفة. لازم تجربوها بجد، هتعجبكم، خطيرة. هنا بقى ده كانت بقى مننا، وده كان تاني يوم. شايفين ان الخضار لسه فريش ازاي؟ اكننا لسه عاملينه دلوقتي، علشان حطينا معاهم مكعبات تلج كتير والمية كانت ساقعة. اوعدكم انكم لو جربتوا الطريقة بتاعتي مش هتبطلوا تعملوها بعد كده غير بالطريقة دي، بجد خطيرة.